شفت العريس ده لغى حجز قاعة الأفراح علشان يروح فين؟ شوف كده. يا جماعة والله العظيم ما في فرح، والله ما في فرح. ناس كتير بتقول لي ايه ده انت ما عزمتناش، ايه ده انت اتجوزت، ايه ده. انا مسافر من قبل ما انا انزل اساسا. انا كنت حاجز قاعة عادي وكان فرحي يوم 2/1 وحاجز كل حاجة وكل حاجة. وبعدين انا لقيت ان هو مش من باب الشكر ان هو انا بعد ما ربنا يوصلني المرحلة دي وان هو خلاص يعني انت هتتجوز وقطعت شوط كبير في التجهيزات وكرم من ربنا كبير عليك جدا جدا جدا. مش من باب الشكر بقى ان هو انت تعمل فرح، مش من باب الشكر ان هو انت اول بداية ليك في حياتك الجديدة يبقى انت بتعصي بيها ربنا. فلغيت كل ده وقفلت كل ده وخدت زوجتي وطلعنا عملنا عمرة واكتشفت ان ده اصح قرار انا اخدته في حياتي كلها. آه يعني حاجة تانية، حياة تانية ودنيا تانية. ربنا يكتبها على الجميع يعني. فيا جماعة والله ما في فرح وانا ما عزمتش حد ونسيت حد مبروك عليك الزواج وعمرة مقبولة إن شاء الله. ربنا يجعل البركة تملى حياتكم ويبارك فيك ويرزقك بالخلف الصالح. ابعتها لكم.